حبايب قلب المو، صباح الفل او مساء الفل عليكم حسب التوقيت المحلي عندكم حاليا. أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك، الجملة اللي بسمعها منذ نعومة أظافري، واللي طول عمري بسأل فيها سؤال وعمر ما حد جاوب عليا. السؤال هو ليه؟ ليه دايما نادي الزمالك لازم تتصدر له مشاكل حتى لو من غير لازمة؟ ليه نادي الزمالك ممنوع عليه إنه يستقر ويعيش زيه زي بقية الأندية؟ طبعا الأزمة زمان كلكم عرفتوا بيها، وهي سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك. أرض 6 أكتوبر اللي نادي الزمالك كان بيعمل عليها المشروع الجديد بتاعه، وهو فرع النادي الجديد والملعب بتاع النادي. ولكن فوجئنا الصبح إن الأرض تم سحبها. ولو أنت يا سيدي مش مقدر حجم الكارثة اللي هتحصل لو الأرض دي اتسحبت من نادي الزمالك، تعالى وأنا أشرح لك. إدارة نادي الزمالك يا سيدي عشان تبدأ في المشروع ده لمت فلوس من الشراكات والعلامات التجارية اللي هتبقى موجودة في المشروع ده، من دقن وفتله. يعني عملت تعاقدات مع بعض الشركات وخدت منهم فلوس هتبني بيها المشروع، والشركات دي هيبقى ليها استثمار داخل المشروع. المبالغ دي يا سيدي على اقاويل بعض الناس بتتراوح ما بين 350 ل 400 مليون، يعني بتتكلم كده في حوالي 8 مليون دولار. المشكله يا سيدي ان الفلوس دي تقريبا كلها اتصرفت على الغرامات والقضايا والسكواد اللي النادي الزمالك جابه في الميركاتو الحالي. وده بالمناسبه رد لبعض الناس اللي بتقول لك جبتوا الفلوس منين. اتمنى تكون عرفت، ولو اني بصراحه ما كنتش عايز ارد عليك. وطبعا الفلوس دي بخلاف الفلوس اصلا اللي اتصرفت على بدايه المشروع والتعاقدات مع الشركات اللي هتنفذ. يعني يا سيدي فيما معناه ان الارض دي لو اتسحبت مننا والمشروع ما كملش، احنا هيتخرب بيتنا حرفيا. ودي بقى ما فيهاش ايقاف كده فتره ولا اتنين، ده احنا كده هنجيب دوره في النادي خالص. وهرجع واسال نفس السؤال اللي سالته لك في بدايه الفيديو، مع اني عارف اني مش هلاقي له اجابه. ليه نادي الزمالك دايما بيتصدر له مشاكل في اوقات معينه، وبتبقى مشاكل من غير سبب ومن غير داعي؟ يعني ايه المشكله ان نادي الزمالك ياخد حته ارض من الدوله يبني عليها فرعه التاني؟ مش هقول لك يا سيدي زي النادي الاهلي، عشان انا عارف ان سيره النادي الاهلي بتعمل حموضه للبعض وكاني اتوضيت باللبن. انا هقول لك يا عم بما اني راجل اسكندراني، نادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري يا سيدي من حوالي 8 او 9 سنين اتخصصت له حته ارض عندنا في اسكندريه على السريع في منطقه بتسمى حاليا سموحه الجديده. وحاليا دي منطقه راقيه جدا على فكره. وبنى يا سيدي نادي الاتحاد فرعه الثاني اللي عباره عن مبنى اداري كبير وملعبين بيتمرن عليهم لعيبه نادي الاتحاد حاليا. وطبعا كلنا كاسكندرانيه فرحنا جدا وقتها، لان اللي فيكم ما يعرفش نادي الاتحاد في الشاطبي، فنادي الاتحاد في الشاطبي هو عباره عن كافيتيريا. فالدوله دعمت نادي الاتحاد بقطعه ارض، ونادي الاتحاد بنى عليها فرعه الثاني بدون مشاكل. يا سيدي انا مش هقول لك اعتبرني زي النادي الاهلي عشان انا عارف ان ده عندكم في حته ثانيه، بس يا سيدي انا هقول لك اعتبرني زي نادي الاتحاد. سيب لي الارض عشان خاطر ابني عليها فرع النادي الثاني اللي انا بدات ابنيه بالفعل. طب وبعدين لو هو اصلا مفيش نيه ان انت تديني الارض من الاول، كنت بتديها لي ليه؟ ولا عشان اخد الخطوه وابتدي الم فلوس واكسب من المشروع واصرفها وبعد كده تقول لي امك في العشه ولا طارت، ويتخرب النادي بعدها بديون هتجيب درفه؟ ثم ان نادي الزمالك المره دي ومن المرات النادره ان يكون ورقه كله سليم. يعني نادي الزمالك واخد جواب من رئاسه الجمهوريه بمد الفتره لحد 2026، الفتره اللي هيبتدي تنفيذ فيها المشروع. طب قبل 2026 واحنا في 2025 احنا بدأنا بالفعل في تنفيذ المشروع، بتسحب مني الارض ليه في شهر 8 2025؟ بتسحبها مني ليه ولمصلحة مين؟ ثم ان معلش يعني تعالى لي هنا، نادي الزمالك واخد الارض دي من الدولة من 2003. من 2003 مفيش رئيس نادي ولا في اي بني ادم حط في الارض دي مسمار 10، وكانت عبارة عن قطعة ارض متحوطة ومهملة. ومع ذلك من 2003 ل 2024 21 سنة الدولة ما فكرتش تاخد الارض من نادي الزمالك، مع ان نادي الزمالك ما عملش فيها اي حاجة ولا استفاد منها. بقدرة قادر بعد شهرين بس من بدء نادي الزمالك التنفيذ الفعلي تقوم الارض مسحوبة مننا. اللي هو انا هديك حته ارض عشان خاطر يبقى انا بدعمك، والدعم الوهمي اللي انتوا بتتكلموا فيه. انما بقى حته انك تستثمر في الارض دي وتدخل منها فلوس للنادي، لا معلش، هات الارض دي احنا عايزينها. يعني انت ما عندكش ان حته ارض يكون غير منتفع بيها او مهمله، انما لما جه نادي الزمالك يستفاد منها، لا معلش انا عايز الارض دي حلوت في عيني وبقى فيها شوكولاته. لا، دي حته ارض غير منتفع بيها، وطول ما هي كان غير منتفع بيها انت كنت مبسوط. انما لما بدانا ننتفع بيها وتدخل لنا فلوس، لا ساعتها كده انت زعلت، وترجعوا تقولوا لنا انتوا عايشين في نظريه المؤامره ونظريه الخرا على دماغكم. ولما نقول الدوله تقولوا لنا الدوله ملهاش دعوه، هي الدوله هتعمل لكم ايه؟ وكأن نادي الزمالك ده ملكيه خاصه لابويا مثلا. فترد عليا تقول لي هو ملك الدوله بس الادارات هي اللي بتعمل كده. طب بغض النظر ان الادارات اللي بتتعين دي مش ابويا اللي بيعينها، حضرتك اللي بتعينها، وبرغم ذلك انا بقول لك الاداره المره دي مش غلطانه في حاجه، وورقها كله سليم. واكيد يعني مستشار رئيس الجمهوريه مش هيوقع على ورقه الا لو كان ورق نادي الزمالك كله سليم. ورغم ذلك انت بتقول لي الادارات اللي انت نفسك حلتها لي 100 مره قبل كده لاسباب برضه لا يعلمها الا الله وما تعرفش لمصلحه مين، ودلوقتي بتتصدر لي مشكله من غير مشكله. ولا هو يعني نادي الزمالك حاليا عشان بدا يستقر وجاب مدير رياضي وبدات الدنيا تمشي صح فده ما ينفعش، لازم نهبده كرسي في دماغه وننزله على الارض تاني؟ ويا عم لو انا كلامي غلط وانتوا ناس مظلومين، انا ممكن اقول لكم تعملوا ايه بالبلدي كده يا صاحبي. لو انا عندي تاكسي وانا ما بعرفش اسوق وعويل في الشغلانه دي، فاضطريت ان انا اجيب سواق يركب هو التاكسي ويديني الايراد،
ولكني اتفاجئت ان كل يوم الاقي السواق داخل عليا خابط لي مره الفانوس، خابط لي مره الاكسدام، مره شويه عيل صغير. فانا يا سيدي برضه عملت اللي عليا وغيرت السواق. لقيت السواق التاني برضه نفس الكلام، كل يوم خابط لي العربيه، كل يوم مهربدها لي وهيجيب لي اجلها، وسواق ورا سواق، سواق ورا سواق، وانا مش عارف ادور الدنيا. من الاخر كده السواقين مش عاملين لي اعتبار ولا شايفيني اساسا. تفتكر كده اي بني ادم عاقل هيعمل ايه؟ انا هقول لك، انا بما اني مش عارف ادور التاكس ده، انا بيعه واديه للي يعرف يدوره. يعني من الاخر كده لو نادي الزمالك بالنسبه لكم معضله ومش عارفين تدوروه، اطرحوه للاستثمار. وده اللي انا بنادي بيه بقالي فتره، مش على الزمالك بس، على الزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري وكل الانديه الجماهيريه، لان ده الحل الوحيد ان احنا نرجع نشوف دوري عدل تاني. بس من الواضح ان انتوا اللي مش عايزين كده. هيجي لي واحد دلوقتي يقول لي لا يا عم، ده نادي الزمالك ده نادي مملوك للدوله، ما ينفعش لحد يستثمر فيه ولا يبيعه. وانا احب ارد على حضرتك واقول لك، هي يعني الدوله عمرها ما باعت اي حاجه ملكيه عامه؟ ولا انا يعني لازم اتحبس عشان اشرح لك؟ طب يا سيدي على اقل تقدير لو انتوا عايزينها تفضل كده قولوا لنا وعرفونا. حد يطلع يقول لنا يا جماعه هي كده وهتفضل كده، نريح بقى احنا اعصابنا ونكبر دماغنا عشان صحتنا، عشان احنا عندنا عيال. انما انا مش هفضل عايش بقيت عمري بعين واحده، وكل ما افكر افتح عينيا الاتنين الاقيك تيجي تديني كشاف على عيني تقفلها لي تاني. وطبعا الكلام ده احنا قلناه مرارا وتكرارا وقلناه 100 مره، وعارفين ان مفيش فايده والوضع هيبقى على ما هو عليه، واللي في دماغكم هتعملوه، واحنا عارفين كده كويس وفاهمين كده كويس. احنا بس مجرد بنوثق عشان الجيل اللي جاي يعرف احنا كان بيحصل فينا ايه. يلا الله المستعان والله ولي التوفيق.